السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. نشرت جريدة جزائرية مقالا بعنوان أحزاب تتهم حكومة تبون بالتفريط في ثروات البلاد لواشنطن من أجل عصابة البوليساريو. وجاء في نص المقال: أثار القانون الجديد المتعلق بالأنشطة المنجمية جدلا واسعا في الساحة السياسية الجزائرية، فيما ذهبت بعض الأحزاب إلى حد انتقاد ما اعتبرته تفريطا في ثروات البلاد من أجل قضية الصحراء الخاسرة لاسترضاء واشنطن بالتزامن مع زيارة يؤديها بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الجزائر، ينتظر أن تركز على استكشاف فرص الاستثمار في عدة قطاعات. وزادت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز: ويأتي هذا القانون الجديد بعد فترة وجيزة من إشارات أرسلتها الجزائر على لسان عدد من مسؤوليها تؤكد استعدادها لتدشين صفحة جديدة في التعاون مع إدارة ترامب في العديد من القطاعات، ويتصدرها قطاع المعادن، في إطار المساعي الجزائرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بهدف تموقع اقتصاد البلاد المرتهل إلى النفط والغاز. وأردفت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز أنه يرى مراقبون أن الجزائر تراهن على تركيز إدارة ترامب على المصالح الاقتصادية والصفقات الاستثمارية من أجل تفادي غضب واشنطن، التي بعثت خلال الآونة الأخيرة برسائل تؤكد اعتزامها الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل دفعها إلى القبول بحل سياسي في النزاع حول الصحراء المغربية، في وقت تدعم فيه الولايات المتحدة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية وتعتبره الحل الأكثر وجاهة لحسم القضية. وأضاف أيضا نفس المصدر أن الجانب الجزائري توجس من تصنيف واشنطن للبوليساريو التي تدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي لقادتها كتنظيم إرهابي، فيما تنذر هذه الخطوة في حال اتخاذها بوضع الجزائر في مأزق بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على العلاقات مع واشنطن. وفي سياق متصل، بدأ بولس الأحد زيارته إلى الجزائر، ينتظر أن يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية عطاف ووزير الطاقة والمناجم عرقاب وفق مواقع محلية. وزاد نفس المصدر: كشفت مصادر دبلوماسية أن بولس سيؤدي زيارة إلى المغرب بعد الجزائر في إطار جهود أمريكية لحسم قضية الصحراء التي تشكل إحدى أبرز تحديات السياسة الخارجية الأمريكية في شمال إفريقيا. وختمت الجريدة الجزائرية مقالها بأنه تم الإشارة في بعض التحليلات إلى أن إدارة ترامب قد تعرض على الجزائر استثمارات هامة في قطاع الطاقة الجزائري والوصول إلى تكنولوجيا متقدمة في حال غيرت موقفها من الصحراء المغربية، في إطار مقاربة ترامب المعروفة بسياسة الصفقات التي طبقتها في مناطق مختلفة من العالم.